الذي لا يفهم كثير منا معناها. الآية 60 في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اسمع اللي جايه: ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. لم يقل خالدين، سيدخلون جهنم صاغرين حاقرين. لماذا؟ لأن من لا يرفع يده إلى الله متكبر، لأن من لا يرفع يده إلى الله مستغني عن الله. ما بتدعيش ليه؟ معتمد على التليفون، يقول لك يا مولانا انا اي مصلحة خلصها وانا قاعد حاطط رجل على رجل في المركز في اي حتة ما يهمنيش، بالتليفون وانا قاعد اخلص لك. يبقى يدعي ربنا ليه؟ الفلوس موجودة والواسطة موجودة والتليفون موجود، ويمكن من حظه الاسود الواسطة اللي معتمد عليها يمكن تتنقل، ولا يمكن يطلع معاش، ولا يمكن التليفون موجود. وسيدنا يونس لما كان في بطن الحوت ضرب على التليفون، نجا مين؟ في ظلمات ثلاث. ما توحد الدعاء. من لم يسأل الله يغضب عليه، ولكن السؤال المهم: لماذا لا يستجيب الله لنا؟ يا عم الشيخ احنا بقالنا كذا رمضان بندعي، ورحت عملت عمره وبدعي، ويوم الجمعة بدعي، لماذا لا يستجيب الله دعاءنا؟ لأنك لا تدري ولا تعلم أن الدعاء له شروط. أول شرط من رفع الدعاء بعد الإخلاص أكل الحلال. وقد غرقت الأمة في الحرام، الأمة غاصت في الحرام، عايز فلوس وخلاص. تطلع على التيك توك تصور نفسها عارية شبه عارية عشان تحصل على نسبة مشاهدات. والعجيب اللي بصورها جوزها اخوها ديوث من اجل الدولارات. ما هو قاعد عواطل في الدار، لا شغله ولا مشغله، كلها كل ما تعري اكتر كل ما نكسب اكتر. وحد الله. اسمع، روى البيهقي من حديث عائشة. انا متأكد ان 90% اول مرة يسمع الحديث ده. تقلب النبي في فراش عائشة. سيدنا النبي في ليلة قلقان عمال يتقلب في سرير عائشة في فراشها. قالت يا رسول الله انت قلقان ليه؟ بتتقلب كتير الليلة دي ليه؟ قال يا عائشة وجدت تمرة يا مسلمون، هذا افضل خلق الله، تمرة وجدتها على فراشي فاكلتها واخشى ان تكون من تمر الصدقة. ده سيدنا النبي، ده سيد الخلق، ده اللي ربنا ما قالوش يا محمد قط. ويطلع شيخ على المنبر لابس عمة طويلة ويقول قال محمد بن عبد الله. يا راجل خليك مؤدب. محمد ده انت ما بتقولش لرئيسك في العمل الا يا سيدنا الا يا مولانا، وتيجي على سيد اهل السماء والارض وتقول محمد. تمرة وجدتها على فراشي يا عائشة فاخشى ان تكون من تمر الصدقة والنبي اكلها. اسمع، سعد بن ابي وقاص
الله لي ان اكون مستجاب الدعوة؟ قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هي مفتوحة على البحر يا سعد، كل حلال يا سعد. سعد في دماغه النبي هيرفع ايده الموضوع انتهى. لا، انتوا عارفين سيدنا الحسن سنة وثلاث اربع اشهر بيزحف الحسن والحسين، بيزحف، راح واخد تمرة وحطها في بقه، راح سيدنا النبي واخدها من بقه وضربه على ايده كده بالراحة وعمل له ازاي؟ كخ. وهذه لفظة نبوية عند الامام البخاري، كخ كخ. نحن آل البيت لا نأكل الصدقات، يا من تأكلون الحرام. روى الامام احمد بن حنبل في كتاب الزهد باختصار حتى لا اطيل: ابتلي بني اسرائيل ببلاء فخرجوا الى الطرقات، يا رب يا رب. ما في واحد لما يكون رايح يكشف وتعبان الدكتور يقول له اعمل اشعة وتحاليل، ان الاشعة والتحاليل طلعت سليمة مش هنحتاج عملية. طب وهستلمها امتى يا دكتور؟ يقول له تعالى يوم الثلاث. لحد يوم الثلاث يا رب يا رب اشفينا، واشفي الكفرة كمان يا رب، يا رب اشفيني يا رب. يوم الثلاث الدكتور قال له الاشعة ما فيش فيها حاجة ولا عايزين عملية ولا حاجة. اقول يا رب تاني ليه بقى؟ ما يبقى يجي لي حاجة تانية تفرج. استغنى عن الله فاستغنى الله عنه. خرجوا بيقولوا يا رب، فربنا اوحى لنبيهم قال له خرجوا الي بأبدنة نجسة نجزتها الذنوب والمعاصي وقد ملئت بيوتهم بالحرام، ألا وإني قد اشتد غضبي عليهم وما ازدادوا مني إلا بعدا. يبقى قبل ما تدعي وترفع ايدك بالدعاء، الدعاء له شروط. اوعى تاكل حرام. قال المصطفى جنيه ربا. عارف ربا يعني ايه؟ مش لازم تتعامل بالربا، دي ربا يعني زيادة، ربا يعني واخده مش من حقك، مش بتاعك. يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زانية. انت عارف سيدنا آدم اللي ربنا خلقه بإيديه وأسجده الملائكة، ربنا طلعه من الجنة عشان اللقمة، وانت يا جدع واكل ضرب شبابيكها ببنها بنجرتها وعايز يخش الجنة. ده انت بجح يا جدع، ده انت واكل فدان اختك في بطنك وقول لك يا مولانا ما كناش احنا نخش الجنة مين اللي هيخشها؟ جورج بوش. وبعدين يقول لك طالما دي سليم خلاص واضرب على الكلى، مش عارف حتى مكان قلبه. يا جدع ابليس ربنا طلعه من الجنة بلقمة وانت بطنك مليانة حرام يا جدع، وعمال جاي في التراويح بصلي التراويح يا رب يا رب انصر اخواننا في الشيشان. ده انت دولي بقى، ده اخوك يالا، اخوك جبالك باب الشقة بباب الشقة ما بتكلموش بقالك 10 سنين. والله طالع على السلم يقول له ليه بنطفي النور يتكربص وبيدفع حاجة في الكهرباء وبيدعي لاخوه في الشيشان. يا راجل وحد، بيدعي لاخوه في الشيشان. انت بتدعي وبتقول يا رب وسع عليا رزقي، واختك خلع راسها في الدار بتقول يا رب شحته في كده، يا رب ما تفرحوا ما انت واكلها يا جدع، انت واكلها ببطنك. واحده مقابله ما توحد الله، واحده مقابلاني بتقول لي اخواتي كلوني ببطنهم وما ادانوش ورثي، ونفسي بس يخشوا عليا في عيد يجبروا بخاطري قدام جوزي واهل جوزي. قلت لها يا حاج انا اقول لك كلمه واحده، اللي ما صلاش الفرض مستنيه يصلي السنه؟ ده هو اصلا ما صلاش الفرض هيصلي السنه؟ هو كالك في بطنه هيجي لك زياره؟ ما هو كالك وخلاص وبعدين يجي يدعو. يا عم الحج الدعاء له شروط، من شروط الدعاء
اليقين. قال الحبيب وسمعنا الصلاة عليه: ادعوا الله وأنتم موقنون. اللي عنده يقين هو دي الفرق، واللي بيدعو خلاص انا بدعي يا عم الشيخ وخلاص. شوف بقى حتة صغيرة في سورة الأنبياء: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. خلي بالك، عارف ان انت حافظ. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. بقى سيدنا زكريا عدت 90، مراته عدت 80. في عرف البشر استحالة تخلف. خلاص اسمع بقى لشيخنا رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه وطيب الله ثراه. اللطيفة في هذه الآية، هي ما خلفتش، نعمل لها العملية وبعدين تحبل، صح؟ يقوم السياق الآية الشيخ الشعراوي يقول لك المفروض سياق الآية ايه؟ وأصلحنا له زوجة ووهبنا له، عملنا العملية وادانا له يحيى. انما القرآن لا، قال له خد يحيى وبعدين نعمل العملية. يا راجل وحد، يا راجل، يا راجل وحد. انا ببندع في ملطة، قل لا اله الا الله. الآية بتقول ايه؟ ربنا قال له خد يحيى وبعدين هنعمل لك العملية بتاعت مراتك، نصلح لك الرحم بتاع مراتك تبقى تخلف. المفروض سياق الآية وأصلحنا له زوجة ووهبنا له يحيى، إنما ربنا قال إيه؟ ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. قال شيخنا الشعراوي سياق الآية أن الله جل وعلا يقول لكم إن أصلح له الزوجة الأول، هذا من قانون البشر، إنما الآية من قانون خالق البشر الذي قدرته لا تخطر على أحد من البشر. فمع ربنا ما تقولش ازاي يا عم الشيخ مستحيل، الله فوق المستحيل. في ظروف الله فوق الظروف. يبقى أنت تدعو وعندك يقين بالإجابة. ثم من شروط الدعاء عدم الاستعجال. قال المصطفى يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا له يستعجل ازاي؟ يقولوا دعوت فلم يستجاب لي، عندئذ يستحسر ويترك الدعاء. ليه يا عم الشيخ؟ لان كلنا عايزين هنا، كله عايز هنا في الدنيا. الله يمنع عن احدكم الدنيا كما يمنع احدكم الماء عن عليله. يعني ايه؟ ابنك ربنا يعافينا ويشفي امراضنا وامراض المسلمين، عيل عامل عملية الزايدة طفل، والدكتور قال لك ما يشربش مية الا بعد 24 ساعة. اشرب يابا بس اصبر شوية، هموت من العطش. اصبر. انت مش عايز تشربه ليه؟ مش عايز تسقيه مية ليه؟ لان انت عارف لو زقيته هتموته. الجوازة اللي انت بتجري وراها ديت، المرة اللي انت هتموت عليها ديت هتنكد عليك وهتجيب لك جلطة. الوظيفة اللي انت بتجري عليها دي ربنا بعدها عنك لانها كانت هتخرب بيتك. فانت ما تستعجلش لان انت ما تعرفش الخير فين، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقبل ان اختم، من رفع يديه بالدعاء الى الله ربنا يديله واحدة من ثلاثة: ان الله حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا. قل يا رب، اتحايل على ربنا وقل يا رب، لح عليه وقل يا رب. سيدنا النبي في غزوة بدر نزل المعركة، الكفار 1000 ويزيد والمسلمين 315 و19. سيدنا النبي رفع يديه قال يا رب، يا رب نصرك الذي وعدتني يا رب
ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض يا رب. ابو بكر الصديق بيقول انا مشفق على النبي، العباية وقعت من على كتف النبي، والنبي بيستغيث بربه، يا رب نصرك الذي وعدتني. واذا بابي بكر يقول واذا ينادي علي رسول الله يا ابا بكر ها هو جبريل نزل من السماء بعنان فرسه ومعه الملائكة. اقرأ القرآن، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة